يا الله، إني أسألك الجبر الجميل، جبرك الذي ينهمي على قلبي من كف رحمتك التي لا تلمس شيئا إلا يطيب. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا احلى اخوات واحلى متابعين. ايه رأيكم بقى في صينية المكرونة؟ مكرونة بالبشاميل بجد جميلة جدا وتحفة بالصلون والجمال والحلاوة، والا اجواء بقى بتاعت رمضان الجميلة ديت. وكل سنة وانتم طيبين. يلا نسمي بالرحمن ونشوف بقى الصينية بتاعتنا ديت جهزناها ازاي. حطيت كده حبيب قلبي بعصج اللحمه، طبعا تعصيج اللحمه انتوا يعني عارفينه. بنحط بقى حته قطع من الزبده وشويه زيت ونحط عليهم اللحمه كده تاخد لون بقى، وننزل بقى بالبصل ده. انا حاطه بقى على العين التانية الحليب، 2 كيلو من الحليب على كيلو مكرونه، ونص كيلو من اللحمه. هننزل عليها بقى بالبصل كده تو ما اللون بتاعها اتغير. هتاخد تشويحتين 3 وننزل بقى كده بشرة طماطم على قرن شطة او قرن فلفل. كنت بسلق المكرونه قدام حضراتكم. انا بقى دلوقتي كده معايا الدقيق، انا هنزله على البارد، انا موطيه كده على الحليب بتاعي، وهنزل كده ب6 معالق من الدقيق، هخففهم بقى بشويه ميه عشان ما يكلكعش معايا بالتقليب المستمر زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. بنزل كده، تو ما بنزل كده وبقلب بيبقى الخليط بتاعي بيتقل معايا بجد بشويه بشاميل من الاخر. بالتقليب المستمر كده هتبقى بجد كريمي جميله جدا زي ما انتم شايفين كده. ايد بقى بقلب بقى كده في البشاميل، واروح الناحية التانية هقلب بقى كده في اللحمة برضو زي ما انتوا شايفين اهو. هقلب بقى كده تقلبتين 3 واقوم حاطة كده البشرة من الطماطم والقرن الفلفل معانا، هياخد برضو تقلبتين 3 واقوم حاطة بقى التوابل بتاعة اللحمة بتاعتنا، اللي هي بقى عبارة عن توابل مشكلة، فلفل اسمر، بابريكا، الملح والملح حسب الرغبة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. انا بحط قدام حضراتكم اهوت التوابل المشكله، الفلفل الاسمر، البابريكا، وادي الملح حسب الرغبه. هنقلب بقى كده تو بقى ما بننزل بقى بالتوابل حبايب قلبي بتدينا ريحه بجد جميله جدا، والا اللون بتاع تعصيج اللحمه بيبقى جميل جدا. كده خلاص يا حبايب قلبي، كده خلصنا كده اللحمه. هسيبها برضو كده شويه على النار قبل ما اقلب كده البشاميل بتاعي، وهيبقى خلاص جاهز معانا. هظبطه بقى كده في الملح، وهقوم حاطه كده شويه فلفل بسيطه، قطعه من الزبده البلدي بتدينا طعم للبشاميل بجد روعه، وشويه الفلفل الاسمر ما بحطش كتير عشان ما يغمقليش البشاميل بتاعنا. بيبقى كده البشاميل بتاعنا جاهز معانا، وهطفي كده النار على اللحمه ويبقى كده خلاص. شويه بشاميل بجد كريمي جميل جدا. هوريكم كده القوام، وده القوام اللي احنا عايزينه، الله اكبر، ولا تقيل ولا خفيف، بين البنين، بجد جميل جدا. كده خلصت كده. كده نزلت بقى والمكرونه بتاعتنا استوت، هقوم منزله عليها كبشتين 3 كده لغايه اما نقلبهم كده في المكرونه. المعلقه ما بتاخدش معانا بقى ايه كتير. بصوا كده بقوم بقى منزله كده في قاع الصينيه من تحت شويه بشاميل عشان يظبطوا لنا الايه الصينيه بتاعتنا. جميل جدا. بوزعها كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، وهقلب بقى البشاميل والمكرونه مع بعض. كده خلاص قلبت المكرونه بالبشاميل. نص المكرونه حبايب قلبي هننزله بقى في قاع الصينيه كده، وهنظبط بقى كده زي ما انتم شايفين المكرونه، وننزل عليها بتعصيج اللحمه. طريقتها سهله وبسيطه خالص وما خدتش مننا وقت خالص، بس بتشرفنا بجد في عزومات رمضان، بتبقى جميله جدا. شويه بشاميل بقى بيدونا كده جمال وحلاوه كده على على اللحمه بتاعتنا الجميله ديت. بسم الله ما شاء الله جميله جدا. هننزل بقى بكميه المكرونه كلها، هنوزعها برضو في الصينيه
ونظبطها كده زي ما انتوا شايفين. وهنقوم بقى حاطين بقى ايه البشاميل في قلب الصينية كلها. انا كده بقى هوزع بالمعلقة، مش هتنفع معايا، هقوم بقى مظبطة كده بالحلة كلها لغاية اما تتظبط معانا زي ما انتوا شايفين. معايا صفار من البيضة، شوية ملح، شوية فلفل، هقلبهم زي ما انتوا شايفين وعلى وش الصينية يا حبايب قلبي. وفي التوقيت ده كنت مولعة الفرن من تحت لغاية اما ياخد لون من تحت ومن فوق، وتبقى المكرونة بتاعتنا بألف هنا والشفا جميلة جدا. هوزع بقى الصفار البيضة ده زي ما انتوا شايفين كده على وش الصينية عشان يدينا اللون الجميل بتاع المكرونة البشاميل. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي هوزعه كده. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. حابين بقى تحطوا بقى جبنة موزاريلا بتبقى جميلة جدا، بتخلي بقى الصينية بتاعتنا حاجة تانية. حابين تعملوها كده او كده اللي موجود ومتوفر عندكم، جميلة جدا. بصوا كده الجمال. بعد بقى ما تخرج من الفرن يا حبايب قلبي بتبقى بالجمال والحلاوة دي. الله أكبر على الجمال. بألف هنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. لايك وشير للفيديو حبايب قلبي عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. والصينية الجميلة دي بقى تشجيع منكم، والأجواء بقى بتاعت رمضان الجميلة ديت. وكل سنة وانتم طيبين، والأمة الإسلامية جميعا بخير وبصحة وعافية. الله على الجمال. بصوا كده الجمال، جميلة جدا بجد. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. كل حاجة كده بسم الله ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.